شايفين الكيس القمر ده لو رحت تجيبيه من العطار مش هتدفعي اكتر من 40-50 جنيه. انا بقى هقولك ازاي تعمليه في البيت من غير ولا مليم. دي اسرار العطار ده، لو العطار عرف ان انا طلعت سره بره هيعملني كزبره ناشفه. بصوا بقى زي ما انتوا شايفين، هنحط بقى ايه؟ شطة، هنحط كزبرة ناشفة، هنحط ورق لورا، هنحط زر وردة، هنحط بابريكا. بصوا انا هكتب لكم كل البهارات او التوابل اللي انا حطيتها، هكتبها لكم، لان طبعا انا حطيت حاجات كتير جدا جدا فمش عايزه انسى حاجه. بس كنت بحط بقى من كل حاجه، يعني ايه، مش مقدار معين، لا كنت بحط كبشه كده، وحطيت كمون كمان، وحطيت ايه تاني، كبابة صيني، وحطيت ليمون ناشف، وحطيت، بصوا بدعت. بس هي دي فعلا التوابل الاصليه اللي انت لو رحتي عند اي عطار بتلاقيه معبي الكياس دي وحاططها، هو ده اللي في الكيس. كل المكونات بتاعته دي هتكون عندك اصلا في البيت، يا اما مطحونه او لو انت جايباها بقى زي ما هي صحيحه كده وانت بتطحنيها. فلو متوفر عندك ده او ده هنقدر ان احنا نعملها. ويا سلام بقى لو خدنا التوابل دي كده على النار زي كده ايه، تحميصه كده بسيطه، يعني ما تاخدش كده زي دقيقتين بالكتير، خلوا بالكم عشان ما تتلسعش وتمرر معانا. حتى لو هي مطحونه زي ما انتم شايفين كده عادي قوي ان احنا نقدر نديها تحميصه وبعدين نرجع نضربها في الكبه. وهنا انا بوريكم بقى ايه يعني الحاجات اللي انا حطيتها، بوريكم شويه شويه شويه. بس انا كنت حاطه كميات، بعد كده انا حطيت كميات، بس انا بوريكم التكوينه ولا مش عارفه ايه، ما علينا، يعني المقادير بتاعت الكيس. وروزماري، وحطيت يعني كل حاجة، وكنت حاطة قرفة وحاطة جنزبيل كمان. ورحت بقى على المطحنة بقى بتاعتي، ودي روحي روحي روحي، دي بصوا قلبي من جوه دي. بحط بقى فيها التوابل وهطحنها بقى، وفي برطمان هتشيليها تحطي بقى منها على شوربة الفراخ، اللحمة، تحطي على تتبيلة خطيرة. بصوا الريحة لما فتحت الغطا كانت روعة بجد. جربوها وان شاء الله هتعجبكم، واكتبوا لي لو عايزين اي بهارات بنجيبها من بره او حاجة كده خلطات هنعملها. وانتظروا بقى الفيديو اللي هعمل لكم فيه مرقة الدجاج الفورية، والله العظيم. اشوفكم في فيديو تاني.